مغربنا وطننا وفي فداه، ومن يدس حقوقه يدفرناه. مغربنا وطننا وفي فداه، ومن يدس حقوقه يدفرناه. لا إله إله وما ملاك في كل آن، للحرية جهادنا حتى نراه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بالإخوان والأخوات استقلاليات واستقلاليين مغاربة العالم جهة 13. عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. مرحبا بكم جميعا في هذه الدورة التكوينية المنظمة من طرف تنسيقية مغاربة العالم، والتي تهدف من أجل تأطير المناضلات والمناضلين الحزب حول مبادئ حزبنا العزيز. هذه الدورة التكوينية ستكون إن شاء الله من تأطير أحد أبرز قادة حزبنا الاستقلال، رجل غني عن التعريف، راكب من الخبرة ما تشهد به كفاءاته وشهاداته العلمية الكثيرة، عبر انتمائه لمسيرة نضالية داخل أسوار الجامعات المغربية وتحت مظلة حزبنا الاستقلال لأزيد من 3 عقود. إنه الدكتور حسن مادي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الكاتب العام للعصبة المغربية للتربية، خبير دولي في تعليم الكبار ومحاربة الأمية، وأستاذ في التعليم العالي بجامعة محمد الخامس. مرحبا بك سيدي بين ظهري أبنائك وإخوانك الذين ينتمون لهذا الطرح الاستقلالي، والذين يمثلون المغرب في جميع بقاع العالم. مرحبا بالجميع وأهلا وسهلا بك مرة أخرى. مرحبا بك شكرا. سيدي الحسن، ونعطيك الكلمة إن شاء الله باش دير لنا المداخلة ديالك اللي غتكون متحورة إلى فصلين. الفصل الأول أنك تهضر لنا على الأمور التي المتعلقة بالنسبة للحزب، ونخليو إن شاء الله واحد الربع ساعة في الأخير باش نفتحوا الباب للجميع باش يمكن له يبدأ الأسئلة والتحاور معك بإذن الله. مرحبا أستاذ، شكرا جزيلا أولا على الدعوة. الأخوات والإخوة العزيزات، مساء الخير وعواشركم مباركة، ونتمنى يكون الجميع في صحة جيدة وفي سعادة تامة. أولا بداية نريد أن أعبر عن سعادتي وأنا ألتقي معكم في هذه المناسبة الفريدة، ألتقي بالأخوات والإخوة مغاربة العالم. هذه الفئة من المواطنين والمواطنات التي نعزهم كثيرا ونكن لهم تقديرا خاصا، ولهم مكانة متميزة في قلوب جميع المغاربة داخل بلدنا العزيز المغرب. أغتنم هذه الفرصة لأشكر كل من كان السبب في هذا اللقاء الذي أتمنى أن يكون بحول الله مفيدا للجميع، وأخص ذكر هنا الأخ محمد سعود، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومنسق الحزب بالجهة 13، والذي أكن له كل التقدير والاحترام، والأخ الصديق العزيز الحاج شفيق منسق الحزب كذلك بالجهة، وطبعا لن أنسى الأخ الشاب الوسيم الذي ربط بالاتصال وهو الأخ سعد فوزي، عضو تنسيقية مغاربة العالم لحزب الاستقلال، وربما هو كاتب الفرع وكاتب الشبيبة الاستقلالية بباريس. كما أود أن أرفع إليكم في بداية هذا اللقاء سلام وتحيات الأخ نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال. أرجع معكم إلى موضوع هذا اللقاء
وإلى أهدافه والغرض منه حسب الورقة التي توصلت بها لنجيب عن سؤالين عريضين. أولاً، ما هو الغرض من هذا اللقاء التكويني؟ فكلما كان السؤال واضحاً في أذهاننا كلما كان الجواب كذلك واضحاً ومفيداً كذلك، وربما المناقشة ستكون بحول الله أفيد. بالرجوع إلى مضمون الورقة أقرأ ما يلي. الهدف من هذا اللقاء هو تكوين وتأطير كتاب الفروع وتأطير مناضلي حزب الجهة في مجال مبادئ حزب الاستقلال، لأن هذا هو الهدف الأساس. إذن بالنسبة لنا ونحن في دورة تكوينية، الأمر لا يعني إلقاء محاضرة في موضوع خاص مثل الديمقراطية أو تحديات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، أو مشكل الهجرة، أو مدونة الأسرة، أو الحريات العامة والفردية إلى غير ذلك من المواضيع العامة التي يمكن أن تناقش كذلك وهي مفيدة. ولكن الأمر يعني انطلاق برنامج تكويني في مجال محدد، والتكوين كما تعلمون يتطلب تقديم وإيصال أولا المعرفة، ثم ثانيا بعض المهارات، ثم ثالثا القيم. وهذه الأمور المعرفة والمهارات والقيم مجتمعة ومتداخلة ومتكاملة هي التي ستكون ما نسميه بكفاءة محددة. والكفاءة التي نطمح في تكوينها خلال هذا اللقاء القصير هي إذن ماذا؟ هي معرفة مبادئ حزب الاستقلال والقدرة على التعبير على هذه المبادئ والتعريف بها والدفاع عنها في أفق ماذا؟ في أفق استقطاب مناضلين ومناضلات جدد. إذن هذا ما نطمح إليه. إذن معرفة حول المبادئ وكيفية إيصالها إلى الآخرين، والقدرة إذن على الاستقطاب، لأن هذا هو دورنا نحن كمناضلين. لذلك انطلاقا من هذا التعريف ديال الكفاءة بهذا الشكل أقول أن الكفاءة لا تلقن، لا تكون على شكل محاضرة، ولكنها تبنى. كما نقول باللغة الفرنسية la compétence ne s'injecte pas mais elle se construit. إذن فهي تبنى. وهذا العمل يتطلب مني ومنكم الانخراط في هذا اللقاء، يتطلب مني ومنكم مجهودا خاصا، أي مجهود البناء المتمثل في الإنصات والاستيعاب والمشاركة وتبادل الرأي. هذه المسائل إذن أساسية. إذن موضوعنا اللحظة هو مبادئ حزب الاستقلال، أي معرفة مبادئ حزب الاستقلال. وستكون إذن الأسئلة الموجهة لهذا العرض بصفة عامة على هذا الشكل، وهي أسئلة بسيطة وسنحاول الإجابة عليها قدر الإمكان. ما هو الحزب؟ أولا علينا إذن نكون نتفق فيما بيننا أن نحاول أن نعرف الحزب، ما هي بصفة عامة مهام هذا الحزب، ثم فيما بعد ما هي مبادئ حزب الاستقلال الذي يهمنا نحن، ما هي جذور هذه المبادئ ومصادرها وأصولها.
لتحدث عندنا إذن المعرفة في هذه المجالات. حينما سنحاول أن نجيب عن هذه الأسئلة ستحدث عندنا إذن معرفة أساسية. ثم نقطة أخرى، ما الذي يميز مبادئ حزب الاستقلال عن مبادئ الأحزاب الأخرى؟ وهذا هو المهم الأساس، لأن سنتحدث مع الآخرين، سنحاول استقطابهم، غنحاولوا باش نجرهم لحزب الاستقلال، غنحاولوا نجرهم باش يلتحقوا بنا. إذن فضروري من أن نبين إذن ما يميزنا وما ندافع عنه وما نؤمن به نحن داخل حزب الاستقلال. ذلك أننا بدأنا نسمع خطابا معينا، خطابا استهلاكيا ولا أساس له من الصحة، هو أن جميع الأحزاب كلها بحال بحال. وفي نظري أنها ماشي كلها بحال بحال، فلكل حزب أصوله التاريخية، لكل حزب مبادئه، لكل حزب تاريخه. والجواب على هذه الأسئلة، الجواب على الأسئلة التي طرحت في البداية يتطلب منا الرجوع إلى تاريخ حزب الاستقلال. لنعرف مبادئ حزب الاستقلال خصنا نرجعوا للتاريخ ديال حزب الاستقلال اللي حنا فيه، كيفاش تنشئ حزب الاستقلال، بمعنى ظروف النشأة وكيف تطور هذا الحزب عبر تاريخه الطويل وطبيعة مواقفه النضالية التي يتبناها ويدافع عنها. ولكن قبل أن أجيب عن ذلك اسمحوا لي أن أحدد أولا مفهوم الحزب، وهو السؤال الذي طرحته في بداية العرض. بصفة عامة نحن نعلم أن الأحزاب السياسية هي جماعة منظمة من الأفراد تهدف لاكتساب وممارسة السلطة السياسية. الحزب السياسي تجمع، أو الأحزاب السياسية تجمع بين أفراد يؤمنون ببعض الأفكار ويدافعون عليها، وهذا ما يعتبر، إذا أردتم، الجذع المشترك فيما بين المناضلين والمناضلات. فهي إذن جماعة سياسية منظمة لها شعارات وبرامج وقادرة على تقديم مثلا مرشحين للانتخابات بغرض الوصول إلى السلطة، بغرض تطبيق برنامجها المميز الخاص. بصفة عامة يمكننا القول أن الأحزاب السياسية من أهم التنظيمات السياسية التي تؤثر بشكل مباشر على سير وحركة النظام السياسي، أي أنها هي التي تساعد النظام السياسي في تطبيق برنامجه التنموي العام. إذن مجموعة من الأشخاص متفقين حول مجموعة من الآراء، مجموعة من الأفكار، مؤمنين بها ويحاولون إذن بصفة عامة ويحاولون تطبيقها بشكل كبير. إذن فبصفة عامة الأحزاب السياسية هي الركيزة القوية. الله يخليكم، إذا كان ممكن غير تسدوا لي الباقي إذا كان ممكن. هي الركيزة القوية والمنظمة للربط بين القمة والقاعدة، وكمحطة اتصال لازمة بين المواطنين والسلطة. إذن هذا بصفة عامة. نتساءل الآن ما هي المهام الأساس ديال هذا التنظيم البشري الذي يتوافق ويحدث داخله نوع من التوافق حول مجموعة من
المبادئ مجموعة من الأفكار التي يؤمن بها والتي يناضل من أجل بلورتها. إذن ما هي مهام هذه الأحزاب السياسية المنظمة؟ باختصار شديد يمكن أن أقول أولا من بين المهام هو تعبئة الجماهير، جمع الجماهير وتعبئتها وتنظيمها. هذه مسألة أساسية، وأعتقد بأن أغلبية الأحزاب تقوم في أوقات معينة بهذا العمل، ولكن لا يجب أن يكون هذا العمل في وقت محدد فقط وموسمي، بل هو وقت مستمر كما هو الحال بالنسبة لتنظيمات حزب الاستقلال. إذن فالمسألة الأساسية هو التعبئة حول ماذا؟ حول المبادئ الأساسية وحول البرنامج الذي وضعه الحزب في قوانينه وفي وثائقه الأساسية. إثارة الرأي العام، أي أنه يستطيع أن يحرك الرأي العام حول قضية معينة، ويتحكم في هذا الرأي حتى لا يخرج عن ما هو مقبول وما هو والذي لا يمكن أن يمس استقرار البلاد. فهو ينظم المواطنين والمواطنات بصفة عامة. فمن بين المهام الأساسية للأحزاب ومن بينهم حزب الاستقلال هو تأطير المناضلين والمناضلات من أجل أولا الدفاع عن مصالحهم وآرائهم، وفي نفس الوقت توجيههم وتعبئتهم من أجل الانخراط والمساهمة بشكل قوي وفعال وواعي في تنزيل أفكار الحزب وآرائه والدفاع عنها. إذن فبصفة عامة هذا هو، إذا أردنا المهمة الأساسية، هو تأطير المناضلين والمناضلات ومساعدتهم والدفاع عن مصالحهم وتوجيههم لاستعمال الوسائل المشروعة في تنزيل برنامج الحزب وتنزيل أفكار الحزب، وكذلك البحث، وهذه مسألة أساسية ومهمة وكنأكد عليها، البحث عن منخرطين جدد يؤمنون بهذه الأفكار ويساعدون في تنزيل هذه الأفكار وبلورتها على أرض الواقع. فماذا إذن عن حزب الاستقلال بصفة عامة؟ ما هي إذن في هذا السياق الذي ذكرت، أنا كنتكلم بنوع من الاختصار، ما هي إذن المبادئ حزب الاستقلال، وما هي كما قلنا في الأسئلة الأولى جذور هذه المبادئ، وما هي مصادرها، وما الذي يميزه عن مبادئ الأحزاب الأخرى. فكما تعلمون حزب الاستقلال هو أولا حزب سياسي مغربي وسطي، ليس باليمين المتطرف وليس باليسار المتطرف، فهو إذن حزب وسطي محافظ. لا بد أن نقف عند هذه الكلمات ديال المحافظ لأنها أساسية ومركزية بالنسبة لحزبنا العتيد، لحزبنا القوي. محافظ يحافظ على تاريخ المغرب، على خصوصيات المغرب، على هوية المغرب، على توابت المغرب. هذا ما نعنيه بالمحافظ، يحافظ عليها بمختلف الوسائل النضالية، أي أن مناضليه ومناضلاته يحاولون إذن الحفاظ على هذه الثوابت الأساسية. تأسس هذا الحزب سنة 1944
إذا له تاريخ طويل، ويمكن أن نقول بأن الإرهاصات الأولية ترجع إلى ما قبل سنة 1944، ترجع إلى بداية دخول الاستعمار الفرنسي والإسباني إلى المغرب، وردود فعل المواطنين والمواطنات، والنضالات الأساسية التي قام بها هؤلاء ضد الاستعمار الفرنسي. ولكن من بين النقط التي أشعلت الروح الوطنية بقوة كانت سنة 1930، حينما حاول الاستعمار الفرنسي تبني ما يسمى بالظهير البربري. كان هذا الظهير في يوم 30 مارس 1930، وكان الغرض الاستعماري الأساسي هو تقسيم المغرب إلى جزئين كبيرين، إلى تقسيمه إلى جزء بربري وإلى جزء عربي، وبالتالي فهو يريد بهذا التقسيم بين الاثنين إذن أن تسهل عليه مأمورة الاستيلاء على المغرب وخلق الفتنة، أو ما يسمى اليوم بالحرب الأهلية والتطاحن بين أبناء بلد واحد. لكن المغاربة كانوا واعون بهذا المشكل، وكانت إذن الشرارات الأولى الوطنية انطلقت من جامعة القرويين من طرف مجموعة من الشباب وهم طلاب وأساتذة القرويين الذين يدرسون ويدرسون بجامعة القرويين. ومن بين هؤلاء الطلبة كما يعلم الجميع كان هناك طلبة من جميع أنحاء المغرب، ونذكر من بينهم علال الفاسي من فاس، ومحمد المختار السوسي من سوس، وآخرون من الأطلس الصغير والكبير إلى غير ذلك. إذن ارتبط ظهور هذا الحزب العتيد بمقاومة المغاربة للاستعمار الفرنسي. كان يعرف في البداية بكتلة العمل الوطني، هذه الكتلة التي استطاعت في سنة 1937 أن تنظم نفسها وأن تنتخب لجنتها الوطنية وتنتخب رئيسها هو الزعيم علال الفاسي، الذي قاد النضالات منذ بداية وصوله تقريبا سن 17. في هذا السياق سنة 1937 أصدرت الإقامة العامة الفرنسية بالمغرب في 18 مارس 1937 قراراً بحل هذه الكتلة، وأقفلت جميع مكاتبها، وتعذر الحصول على ترخيص لتأسيس حزب جديد. فعقد مؤتمر يمثل معظم فروع الكتلة بالرباط في أبريل 1937 تمخض عنه ما كان يسمى بالحزب الوطني. ولكن كما قلت أن الولادة الجديدة لهذا الحزب كانت يوم 11 يناير 1944. وكما تعلمون فهذا التاريخ ما خصنا شيء نسوه، هو تاريخ مجيد، تاريخ الذي قدمت فيه مجموعة من المناضلين والمناضلات ديال حزب الاستقلال ما كان يسمى بوثيقة المطالبة بالاستقلال. وهذه الوثيقة التي تم بناؤها من طرف هؤلاء المناضلين والمناضلات ووقعوا عليها، وكان بناؤها بمشورة وبدعم وبمباركة من طرف عاهل البلاد آنذاك الملك محمد الخامس طيب الله ثراه.
مباشرة بعد ذلك في 28 يناير 1944 شنت القوات الفرنسية سلسلة من الاعتقالات والاضطهادات في صفوف أعضاء حزب الاستقلال وقادته، فعمت هناك مجموعة من الإضرابات والمواجهات أدت إلى سقوط العديد من المناضلين والمناضلات في كل من فاس والرباط وسلة، كما قدم عدد منهم إلى المحكمة العسكرية بتهمة المساس بالأمن العام، ونفذ حكم الإعدام فيهم. وفي نفس الوقت قامت سلطات الاحتلال بنفي مجموعة من القادة، منهم علال الفاسي الذي أبعد إلى الغابون لمدة 9 سنوات، وأحمد بلافريج الذي نفي إلى كورسيكا، وآخرون إلى سجون بالأطلسي الصغير بالمغرب إلى نواحي إغرب. هذا الحزب إذن هو الذي ناضل بعد أن مست سلطات الحماية الفرنسية، مست المقدس عندنا آنذاك وهو العرش العلوي، وقامت بنفي محمد الخامس إلى الخارج. لكن برجوع محمد الخامس وحصول المغرب على استقلاله في أواخر 1955 بداية 1956، إذن رجع حزب الاستقلال بمناضليه ومناضلاته إلى العمل الرسمي القوي. استطاع إذن أن يسير إذن النضال الوطني في البلاد، رغم أنه لم يتسلم، نقولها هنا لم يتسلم إذن تسيير السلطات في البلاد. واستمر إذن حزب الاستقلال إلى سنة 1959. في سنة 1959 هذا الحزب القوي الذي كان يجمع جميع المناضلين والمناضلات وجميع القوى المتواجدة في المغرب، عرف داخل جهازه التنفيذي نوعا من الصراع بين كتلتين: كتلة المحافظين الذين انطلقوا من جامعة القرويين المؤمنين بمبادئ الإسلام وبالوطنية، والذين ينادون بالحفاظ على العرش العلوي وعلى استقرار البلاد، وبين مجموعة من الطلبة الذين رجعوا إلى المغرب بعد إتمام دراسة في كل من روسيا والعراق وسوريا. هؤلاء إذن سموا أنفسهم بالتقدميين ضد المحافظين، مما أدى إذن إلى صراع قوي وأدى إلى انشقاق حزب الاستقلال. وبقي حزب الاستقلال الذي نحن فيه الآن على مبادئه الأولى، وتكون فيما بعد آنذاك حزب آخر كان يسمى بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي عرف مجموعة من الانشقاقات، وهذه الانشقاقات لا زالت داخله مستمرة إلى يومنا هذا. بالنسبة للشأن العام، إذن فترأس إذا الحزب الفاسي حتى وفاته عام 1972 حزب الاستقلال كرئيس للحزب، ثم خلفه فيما بعد محمد بوستا عام 1998 ليصبح فيما بعد عباس الفاسي بعد ذلك الأمين العام إلى غاية 23 سبتمبر 2012. ثم تم انتخاب الأخ حميد شباط كذلك أمينا عاما للحزب، وبعد شباط جاء إذن دور الأخ نزار بركة في أكتوبر 2017 الذي هو إلى حد اليوم
أميننا العام. وفي المؤتمر 17، ونحن الآن مقبلون في الأشهر المقبلة بحول الله على عقد المؤتمر 18. هذا المؤتمر الذي سيفتح المجال لمناقشة وثائق الحزب وإغنائها، كما أنه سيسمح بتدبير مختلف الطموحات، وسيكون بدون شك حضور ممثلين وممثلات عن الجهة 13 متميزا بحول الله. حزب الاستقلال خلال تاريخه شارك في حكومات متعاقبة، تحمل مسؤولياته لأنه مسؤول بمبادئه الوطنية للحفاظ على وحدة البلاد في حكومات متعاقبة في بداية استقلال المغرب، ولكن لم يسند له منصب رئاسة الحكومة سوى في بداية الاستقلال، سوى لمدة جد قصيرة لم تتجاوز 6 أشهر التي ترأسها أحمد بلافريج. إذن أول رئيس حكومة هو أحمد بلافريج، كما شارك في حكومات في الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات، وكذلك في العقود المقبلة. وفي شتنبر 2007 عين أمين حزب عباس الفاسي في منصب الوزير الأول، واستمر الحزب في قيادة الحكومة إلى 2011. هذه هي الفترة الأساسية التي تحمل فيها حزب الاستقلال مسؤولية تسيير الحكومة. إذن هذه فقط من الناحية التاريخية. لنرجع إلى البحث عن مبادئ حزب الاستقلال. يمكن استخلاص هذه المبادئ من كتابة الزعيم علال الفاسي، ومن خطبه ومقالاته، ومن مؤتمرات حزب الاستقلال والوثائق التي أنتجها المناضلون والمناضلات في أنحاء المعمور. فنجد بأن علال الفاسي يؤكد أولا المبادئ الأساسية المؤسسة إذا لحزب الاستقلال والتي تميز حزب الاستقلال. يؤكد إذن على مفهوم دولة الرعاية الاجتماعية التي ينبغي أن توفر الحد الأدنى للخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة مجانا لأفراد الشعب، لضمان العيش الكريم للعمال والفلاحين والفقراء والمحتاجين. هذا الجانب الأساسي الأول الذي يؤكد عليه إذن علال الفاسي في كتاباته، وهو من بين المبادئ التي تأسس عليها ولا زال حزب الاستقلال يناضل اليوم من تحقيق إذن هذا المبدأ. إذن يؤكد على مفهوم الدولة، دولة الرعاية الاجتماعية التي توفر مجموعة من الخدمات للمواطنين والمواطنات دون تمييز. يؤكد كذلك مبادئه على محاربة الفقر، فهو يرى أنه هذا الفقر الذي يعيشه المغرب هو نتاج ظلم المجتمع وسوء توزيع الثروة، وأن ضمان الحد الأدنى للعيش الكريم واجب على المجتمع والدولة. إذن ضروري أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في ضمان الحد الأدنى للعيش الكريم، أن نناضل إذن من أجل ذلك لمحاربة التهميش والهشاشة والفقر والتمييز بين المواطنين والمواطنات. وحزبنا لا زال يناضل من أجل تحقيق هذا المبدأ. دعا كذلك إلى إحداث الثورة الفكرية وإلى تطهير المجتمع من المعتقدات الخاطئة التي يتم توارثها، والتحرر الفعلي من خرافات الماضي وأباطيل الحاضر، وإصلاح أحوال المجتمع. إذن نجد بأن الحزب كذلك يناضل من أجل يشتغل من أجل
أن تكون هناك ثورة فكرية، لأن الثورة الفكرية هي أساس التنمية. لا يمكن لمجتمع معين كيفما كان نوعه أن يتقدم وأن يسير إذا لم يكن هناك تغيير على مستوى العقول، على مستوى العقليات. إذن الثورة الفكرية إذن أساسية، وهذا يتطلب تطهير المجتمع من مخلفات الماضي، من الخرافات، من الخزعبلات، من المعتقدات الخاطئة. نجد بأن حزبنا كان كذلك من بين المناصرين الأوائل لقضايا المرأة منذ البداية. كان من المناصرين، في لجنته التنفيذية الأولى كانت هناك مناضلة. بالنسبة كذلك وثيقة المطالبة بالاستقلال كان هناك كذلك توقيع مناضلة إلى جانب مجموعة من المناضلين. إذن فحزب الاستقلال وفكر علال الفاسي من المناصرين الأوائل لقضايا المرأة، وتصدى كذلك لمختلف أشكال الحيف والتمييز الذي كانت تتعرض له المرأة، ودعا إلى الاهتمام خاصة بالفتاة، الاهتمام بالفتاة من الناحية التربوية، من ناحية التعليمية. في نفس الوقت نجد بأن علال الفاسي لكي يطور هذه المبادئ صاغ وثيقة. هذه الوثيقة التي هي في الحقيقة الآن وثيقة حزب الاستقلال، والتي كذلك في دورها قدمت إلى الجهات المعنية، صاغ فيها رؤية جديدة في الفكر الاقتصادي والاجتماعي، وهي ما يسمى بالتعادلية الاقتصادية والاجتماعية كخيار ثالث. فهي ليست إذن لا تنطلق من الأفكار الشيوعية الشمولية ولا من الليبرالية المتوحشة، ولكنها هي نوع من الوسط فيما بينها. ولذلك قلنا في البداية بأن حزب الاستقلال هو حزب وسطي، لا هو بشيوعي ولا هو بليبرالي متوحش، ولكن اختار لنفسه ما يسمى بالتعادلية الاجتماعية، أي أن تكون هناك نوع من المساواة في الاقتصاد، في السياسة، في المناصب بين المواطنين والمواطنات. نادى إلى إقرار إذن اقتصاد تعادلي تتكامل فيه أدوار القطاع العام وأدوار القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاقتصاد المختلط. دعت التعادلية إلى تقليص الفوارق المجالية. نعلم بأن هناك فوارق مجالية بين الجهات، والفوارق الطبقية كذلك كبيرة وكبيرة في بلادنا. إذن فالتعادلية الاقتصادية والنمط الاقتصادي الذي وضعه حزب الاستقلال انطلاقا من الوثيقة التعادلية هو تقليص هذه الفوارق الاجتماعية وتقوية العمل على تقوية الطبقة الوسطى، لأن المجتمع الذي لا توجد فيه الطبقة الوسطى فهو مجتمع هش، مجتمع ضعيف. حينما نجد بأن هناك الطبقة الفقيرة وهناك طبقة قليلة جدا هي الطبقة الغنية وتحتكر جميع الموارد وجميع الخيرات، فإن البلد لا يمكن أن يتقدم وأن يسير إلى الأمام. لذلك فحزب الاستقلال في كتاباته وفي توجهاته هو في الحقيقة هو مع الطبقة الوسطى. إذن بالنسبة لعلال الفاسي يقول في هذا السياق، انطلاقا من هذه النقاط التي ذكرت، يقول بالخلاصة إن المشكلة الاجتماعية العصرية التي يعيشها المغرب كلها تتلخص في الاحتكار المشؤوم للثورة في يد أقلية ضئيلة لم تكسب متاعها بالطرق التي شرعها الله وقبلها العقل. هذه مسألة أساسية، كلام مهم جدا، وأعتقد بأن
لا زال حاضرا إلى حد اليوم، أن المشكلة الاجتماعية العصرية التي نعيشها تتلخص في الاحتكار للثروات، في السيطرة لثروات البلاد من طرف أقلية ضئيلة، وهذه الطبقة لم تكتسب هذه الثورة عن عرق جبينها، عن عملها، ولكنها استولت عليه بطرق ملتوية ومختلفة. لذلك فحزب الاستقلال ينادي بمحاربة هذه الطبقة وبالتوزيع العادل، ينادي بالتوزيع العادل لثروات البلاد. ويمكن لي أن أقول كخلاصة أولية، إذا أردتم، أننا يمكن أن نجمع الآن المبادئ التي دافع عنها حزب الاستقلال خلال تاريخه ولا زال يدافع عليها حتى اليوم. هي يمكن جمعها في 4 أو 5 مبادئ أساسية. أولا، الدفاع عن الثوابت الوطنية. حزب الاستقلال هو الحزب الذي بني وناضل منذ 1930 على الدفاع عن الثوابت الوطنية، وترسخت في بداية تقريبا في مؤتمراته التي نظمها، وفي وثيقة المطالبة بالاستقلال، الدفاع عن الثوابت الوطنية. وكلكم تعرفون ماذا نعني بالثوابت الوطنية. الثوابت الوطنية، أولا، نحن دولة إسلامية، إذن فحزب الاستقلال مبادئه إذن مستقاة من المبادئ الإسلامية الوسطية السمحة، ذلك الإسلامي العصري، الإسلامي المنفتح، ليس المتزمت. النقطة الثانية في هذه المبادئ الوطنية هو الملكية، الحفاظ كذلك على الملكية باعتبارها هي التي تجمع بين المواطنين والمواطنات، وهي سبب استقرار بلادنا. إذن ضروري كذلك من الحفاظ عليها. فنحن حزب محافظ، نحن حزب محافظ. إذن فنريد الحفاظ، بحفاظنا على الملكية نحافظ إذن على استقرار بلادنا. ثم الحفاظ كذلك على هويتنا، الهوية المغربية الغنية وذات الروافد المتعددة، ونعني بهذه الروافد المتعددة لثقافتنا ولحضارتنا. هناك كما قلت ما هو ديني، الإسلام، وهناك اللغة الأمازيغية واللغة العربية والثقافة العربية والثقافة الإسلامية والثقافة الأمازيغية، التي في الحقيقة هي المصدر الأساس لتنوعنا ولغناء فكرنا. إذن من بين ثوابت. النقطة الثالثة الأخرى من بين هذه الثوابت وأساسية ولا يمكن أن ننساها هي الوحدة الوطنية والحفاظ على وحدتنا الوطنية، على حدودنا، على أراضينا. فعل الفاسي كان يدافع على الوحدة الترابية للمملكة حتى آخر رمق في حياته كما تعلمون. فهو توفي في بوخارست وكان يدافع عن الوحدة الترابية وعن الصحراء المغربية وعن المناطق الصحراوية الأخرى للمغرب. هذا من بين هذه الثوابت. ثم من بين المبادئ الأخرى
إلى جانب هذه الثوابت الأساسية، حزب الاستقلال ينادي بالمساواة بين الجنسين، لا نفصل مثلا للجنس أو للغة أو للعرق بين الأجناس في المغرب. التضامن بين كذلك المبادئ الأساسية التي يدافع عنها ولا زال حزب الاستقلال يدافع عنها، التضامن، مبدأ التضامن أو قيم التضامن والمؤازرة، قيم التضامن بين مختلف المناضلين أولا والمناضلات، وبين مختلف كذلك جميع المواطنين والمناضلات من أجل تحقيق العيش الكريم. إذا مجموعة من المبادئ هذه كخلاصة الأساسية التي يدافع عنها إذن حزب الاستقلال. يتضح مما سبق إذن أن مختلف الأحزاب الأخرى تفتقر إلى هذه البنية الفكرية الصلبة لبناء أفكارها. هذا ما يميزنا من بين الأسئلة: ماذا يميز حزب الاستقلال؟ ما الذي يجعلنا نفتخر، نحن مناضلين ديالنا يفتخروا بالانتماء إلى حزب الاستقلال؟ أن الأحزاب الأخرى تأسست في ظروف معينة ولأغراض إدارية معينة. حزب الاستقلال تأسس من أجل نصرة قضية وطنية منذ إذن دخول الاستعمار إلى المغرب، وهو يناضل ويدافع. هذه الأحزاب الأخرى أيتها الأخوات أيها الإخوة يفتقرون إلى هذه البنية الفكرية الصلبة لبناء أفكارها ومبادئها، مما يجعلها بعيدة عن المشروعية التاريخية. ليست لها مشروعية تاريخية ولا المشروعية الوطنية، لأن لم تبنيها منذ في السابق، بل التي قامت عليها إيديولوجية حزب الاستقلال. شاهدون بأن إيديولوجية حزب الاستقلال قامت على مبادئ إنسانية واضحة كل الوضوح. فحزب الاستقلال كما تعلمون خرج من رحم المقاومة من أجل استقلال المغرب، وشارك بروح وطنية في بناء المغرب الحديث، ويشارك اليوم في بناء هذا الوطن، ولا زال يناضل من أجل تطوير هذا البناء من أجل مغرب الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة. هذه هما المبادئ الأساسية التي يناضل من أجلها حزب الاستقلال: العدالة الاجتماعية، تكافؤ الفرص، المساواة، التضامن، بعيدا عن المصالح الانتهازية الضيقة والآنية المتواجدة ربما بشكل من الأشكال في أحزاب أخرى. حزب الاستقلال حزب منفتح ومتجدد باستمرار، ومحترم لقوانينه الأساسية ولقرارات مؤسساته المسيرة. حزب يستوعب المستجدات ويحول التحديات إلى فرص لتطوير أدائه. حزب الاستقلال مر بمراحل صعبة وقاسية، ولكن استطاع أن يطور تلك التحديات التي مر منها إلى فرص لتطوير أدائه، وهو دائما في حاجة إلى جميع مناضليه ومناضلاته. لذا أقول لكم فالتنظيم في مؤسسات الحزب من الشبيبة الاستقلالية ومنظمة المرأة الاستقلالية والروابط الحزبية ومختلف جمعياته الموازية هي السبيل الوحيد للمساهمة في تطوير حزب الاستقلال. الهدف الذي نطمح إليه هو إرساء دولة الحق والقانون، وفي تحقيق التنمية، وفي نفس الوقت تحقيق الطموحات الشخصية التي
يرتاح فيها الإنسان ويجد فيها حياته بنوع من السعادة وبعيش كريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن شكرا، اسمحوا لي إذا طولت عليكم شي شوية. شكرا جزيلا سيدي الحسن على المداخلة ديالك اللي كانت غنية بالأفكار وغنية بالتاريخ ديال الحزب ديالنا المجيد. تنقترح عليك بأننا نفتحوا الباب ديال النقاش ونحاولوا ننظموا الحوار، جوج ولا ثلاثة الأسئلة د الإخوان، كل واحد يعرف بنفسه ويقول البلد اللي هو ينتمي إليه، ونحاولوا نديروا جوج د الأسئلة ولا ثلاثة للسي الحسن وعاود يجاوبنا وفي راه تنوصلوا هكا إن شاء الله. إلا بالخلاص. بغيتي لالا عيشة نبداو بما أن الحزب ديالنا منفتح على الجانب النسوي، نبداو بك إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأخت عائشة مفيد من برلين ألمانيا، عضوة في منظمة المرأة الاستقلالية وفي حزب الاستقلال. الأخ سعد غادي تعفيني، باقي ما وجدتش السؤال. تقدموا كاين مشكل. الإخوان الآخرين اللي عندهم أسئلة واجدين، من بعد يمكن لك ترجع لي ولا نشمل دم شكرا شكرا كاين جزيلا. مشكل. شكرا. سيدي عبد الحميد. بقيتيني انا كنوجد عاد، ولكن خير ان شاء الله. اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم عبد الحميد العيدي من هولندا. آه، اولا كنشكر الدكتور ديالنا على هاد المعلومات القيمه اللي قدمها لنا حول هذا الحزب العتيق والعتيد. كنسميه دائما الحزب العتيق والعتيد. عتيق لانه قديم جدا، وعتيد لانه مازال شاد راسو رغم ان واحد مجموعه الاحزاب كانت جديده وكما تيقولوا بالمغربيه تفرشخات. فنسال الله سبحانه وتعالى يحفظ الحزب ديالنا. وتحياتي كذلك للامين العام للحزب والسي سعود والحاج شفيق والسي سعد والسي جواد، الرجال نتاع هاد المجموعه ونتاع هاد الحزب يعني لمغاربه العالم. اذا المداخله ديالي هي ربما تقدر تكون مجموعه اسئله، ولكن هي اسئله نتاع الاعضاء نتاع الحزب داخل هولندا ونتاع عامه الناس. فبالتالي انا فقط ناطق رسمي باسم هاد الناس هادو، غادي نقدمها بحكم ما حضر معنا الدكتور الان وتكلمنا على الحزب. فمجموعه نتاع الناس دابا كطرح التساؤلات باش نقول لهم انا راه الان انتمي الى حزب الاستقلال وكندافع على الانتماء ديالي، ولكن كيحصلوني في مجموعه تاع الاسئله اللي ربما نقدر نلقى الجواب ديالها عندكم الان ان شاء الله تعالى. اولا السؤال اللي كيتطرح هو ان حزب الاستقلال الان هو مشارك في الحكومه، ومع ذلك تلقاو بان الوضعيه الاجتماعيه خاصه نتاع المغاربه يعني غدا وكتنقص. انا كنشوف هذا الشيء نتاع الغلاء، رغم ان كل شيء كيرد هذا الشيء الغلاء الحرب نتاع روسيا مع اوكرانيا، ولكن هذا الشيء كان يعني بادي قبل ما تبدا الحرب. فتيقول لك انتم دابا الان في الحزب فشنو قدمتوا للمغاربه في الوقت ديالكم ولا الغلاء؟ هذا المساله الاولى. الامر الثاني هو ان الحزب الاستقلال هو حزب محافظ كما قال الدكتور، حزب محافظ، وكنشوف واحد المجموعه نتاع المجموعه نتاع الابواق اللي كتضرب في الاسلام وفي شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الشيء راه كتعرفوه جميعا. وهاد الابواق تعطي لها، وهاد الالسن هذه كتعطي لها ابواق وكتكلم لا في يعني في الاعلام الكتابي ولا الاعلام المرئي. يعني ما محل اعراب حزب الاستقلال اللي محافظ، وحزب الاستقلال ما تنقولوش محافظ، هو كان حزب اسلامي لان المؤسس ديالو علال الفاسي رحمه الله
كان انسان مقاوم، وكان كذلك مجتهد في الدين، نعم وكان انسان معروف يعني الصلاح ديالو. ف الاستقلال الان في الحكومه شنو غيدير مع الناس هادو الان اللي كيتعداو على الاسلام؟ مجموعه الخرجات كتخرج لنا يعني في الاعلام، شنو ما محلها من الاعراب. الامر الثالث هو هاد، يعني تكلم الدكتور على حول هاد الطبقيه اللي موجوده في المغرب، وهاد الطبقيه يعني هو واحد المراحل اللي بدات هذه مده، وهاد التباعد بين الاغنياء والفقراء كيزيد. وكنشوفوا مؤخرا بان هذا الشيء بان مؤخرا بان واحد الطبقه اللي هي حاكمه، ولا واحد الطبقه اللي هي عندها الفلوس، يعني طبقه غنيه، يعني هي اللي كيتسير البلاد، وهي اللي كتستولي على ثروات البلاد. والطبقه يعني الفقيره يعني لا تزيد الا فقرا. فاحنا الان في الحكومه كيتهموني انا، تيقولوا انتم في الحكومه ما درتوا والو، مازال المغاربه كيجوعوا. هذا امر اخر. وبما ان الدكتور ديالنا هو معروف في المجال نتاع محو الاميه، مازال واحد المفهوم مسيطر على مجموعه نتاع الناس، هو القضيه نتاع ايام المقاومه. كيقولوا الناس ايام المقاومه كانوا فاسا كيكتبوا بالستيلو، كيحاربوا الاستعمار بالستيلو، وريافه والشلوح وسواسه كيحاربوا بالسيف. وفي الاخر فاش جات عطات السلطه، تعطات يلاه بالفاسه، ريافه ما كاينينش ديك الساعه. ف هادشي خصو يتمحى، هادشي غير صحيح. نعم انا كنشوفو انا شخصيا غير صحيح، لان كنشوفو حتى ريافه وحتى الشلوح وحتى سواسه موجودين الان في التسيير نتاع البلاد، ولكن هادشي خصو يتصحح من باب محو الاميه القديمه. ثم مناشده للسيد الدكتور باش انها توصل للمسؤولين ديالنا ان الشمال باش تمحى حتى الفكره نتاع فاسا، ريافه، العرب، الشلوح كذا الى اخره. بغينا الحزب ديالنا يدير واحد المجموعه نتاع اللقاءات في الشمال، خاصه في الحسيمه وفي الناظور، لان الا كان الحزب ديالنا حاضر تما وكيدير لقاءات كما كدير في واحد المجموعه نتاع المدن، يعني حتى الناس مع المده ومع الاجيال غادي تنضطر هذه الفكره نتاع هذوك عرب وهذوك ريافه. وشكرا. شكرا شكرا سيدي عبد الحميد، شكرا بزاف سيدي عبد الحميد على الاسئله ديالك. نفتحوا الباب عاود اسماء الى بغيتي توضع شي سؤال والتدخل ديالك. اسماء من بروكسل بلجيكا، وي بيان سور. باختصار السلام الله عليكم. يحييك. وي دابا صراحه ما عنديش شي سؤال محدد، لكن فقط نشكركم بعدا كاين على هاد المبادره، انكم ديروا هاد الندوه للتعريف بالاستقلال والعطاء ديالو، سواء في العهد ديال الاستعمار ومن بعد. اللي بغيت نقول، انا بغيت غير واحد التعقيب بسيط، بغيت نجاوب غير هذا السيد اللي كان كيهضر دابا بين فيريفي، كان كيهضر وي سي فري، كيهضر بواحد الحرقه على انه كان في واحد الوقت حزب الاستقلال ما كانش ماشي حزب استقلال، المنطقه ولا لا ريجيون ديال الريف كامله ما كانش تعطات ليها الفرصه ديالها انها تبان، لا في المجال السياسي ولا بزاف ديال المجالات. لكن اللي بغيت نقول انه دابا كيبان لي كاين تغيير بالنسبه لحزب الاستقلال. انا من الناس اللي زعما ابان عن جد كلشي كان في الاستقلال. الوغ انا كنشوف انه حزب الاستقلال بالعكس راه كان كيدير ندوات، كيدير مؤتمرات في الريف، في الحسيمه دائما كان المؤتمرات ديالو والندوات ديالو، يعني كان بزاف، يعني كاين لاكتيفيتي كاينه في سورتو ديال حزب الاستقلال كاينه في الريف. غير يمكن ما كانش بديك، يعني ما كاينش واحد التنسيق كبير باش يبان العمل ديالهم عن قرب للناس، سورتو الناس ديال الجاليه. واحد الحاجه اللي بغيت نسول هو حنايا كجاليه مغربيه وسورتو النساء، حنا كمرأة حنا كنعرفوا باللي القوانين ما بين القوانين اللي عندنا في المغرب والقوانين الأوروبية كاين واحد الاختلاف كبير، وسورتو في مدونة الأسرة. الوغ حنا كمرأة ولا سورتو هنا في أوروبا يعني كتلقى راسك في واحد القانون، يا بخي ملي كتمشي للمغرب كتلقى راسك في الواجهة مع واحد القانون آخر. واش حزب الاستقلال زعما كيدير شي مجهود باش يوصل المعاناة ديال الجالية المغربية اللي كاينة في أوروبا للحكومة، البرلمان، الناس اللي مسؤولين، باش ننظموا قوانين جديدة،
باش نكونوا منفتحين اكثر على العالم، سورتو في المجال ديال مدونة الأسرة، وسورتو في القانون ديال مدونة الأسرة. وشكرا بزاف. شكرا بزاف أسماء، ونعطيو الكلمة لسيدي الحسن يجاوب إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. السلام. نعم لا حسنة، إن شاء الله يجاوب سيدي الحسن وتاخذ الكلمة بإذن الله. أوكي داكور. شكرا. في الحقيقة كنشكر الأخوات والإخوان على الأسئلة ديالهم. في الحقيقة ماشي أسئلة، ولكنها في الحقيقة إضافات، وبدون شك أنها اللي غتغني النقاش والتبادل فيما بيننا، وأسئلة عميقة، وكتبين الهم اللي في الحقيقة كاين عند الأخوات والإخوان ديالنا في الجهة 13 حول المغرب، وحول الأوضاع ديال المغاربة، وحول الدور ديالهم في تطوير هاد الأمور هذه. بالنسبة للحزب، صحيح بأنه أنا كنجاوب دابا شوية بصفة عامة بالسي العيدي. الحزب صحيح بأنه راه مشارك في الحكومة، ما كيتحملش جميع المسؤولية. مشارك كنظن ب3 ولا 4 ديال الحقائب، وهي قليلة بزاف. ولكن الوزراء ديالو الحمد لله كيشتغلوا بواحد الروح نضالية كبيرة. كنعني هنايا بالنسبة للأخ نزار بركة، فكيقوم بواحد العمل جبار ما يخص المشكل اللي كيعاني منه المغرب اليوم، مشكل ديال الماء. كيفاش يمكن على الأقل أن الماء أولا يوفر الماء ديال الشرب قبل ما نوصلوا للسقي، غير ديال الشرب لجميع المواطنين والمواطنات، بناء السدود وتحويل المياه من منطقة إلى منطقة. في مجال ديال الطرق كذلك واحد العدد ديال الأعمال راه كدار وكتطور بواحد الشكل كبير. المشكل اللي كاين هو أن الخصاص، باش نكونوا واضحين، أن الخصاص كثير، أن الخصاص في المغرب كثير، وأن البرنامج اللي وضعته هذه الحكومة هذه كان في الحقيقة برنامج كبير اللي غيغير الصورة ديال المغرب ككل، ولكن المشكل اللي كاينه ظروف، جات ظروف معينة كأن هذه الحكومة كنقولوا ما عندهاش الزهر. جات أولا كورونا اللي كانت وقفات واحد العدد ديال الأنشطة، واحد العدد ديال الأمور. إذا توقف كل شيء، تسبب في إغلاق واحد العدد ديال المعامل والشركات، وتوقفات واحد العدد المشاريع. هذا مشكل كان كبير، ولا زال الأثر ديال هذه المسألة هذه مستمر إلى حد اليوم. جا المشكل ثاني في نفس الوقت، المشكل ديال الجفاف. انتم كتعرفوا مشكل ديال الجفاف، وكنعرفوا بأن خاصة اللي تمس بالجفاف كثير هما البوادي، وكنعرفوا بأن البادية تقريبا كتمثل ما يقرب من 50% من الساكنة ديال المغاربة. إذن كان هناك جفاف قوي اللي في الحقيقة ما سمحش أن الناس ديال البادية يقدروا اولا ينتجوا بالطريقه باش كانوا كينتجوا. اثر على الانتاج، واثر على المسائل ديال التصدير، واثر على واحد العدد ديال الامور. بالاضافه الى هذه الاشياء هذه، كاين المشكل ديال الحرب الاوكرانيه الروسيه اللي ولا هي دخلات ومست الجانب المهم في الاقتصاد، هو مساله ديال المحروقات، اللي جعل المحروقات انها كتطلع واحد الثمن مرتفع جدا اللي ما كانش غير منتظر. الميزانيه ديال المغرب، الفرضيه اللي دارت
ما دارتهمش على هاد الامور، خاصه المشكل ديال النفط بانه غيتوقف بهذا الطريق، بهذا الشكل اللي توقف به واللي تمس به. اذا كاين هاد المسائل هذه، وكنعرفوا بان النفط هو المحرك ديال الاقتصاد في جميع الدول، وبان اليوم في جميع الدول حتى نتوما في اوروبا راكم كتشوفوا الغلاء ديال المعيشه في نصل، بالتالي التضخم، مشكل ديال التضخم كذلك في نصل. وهذا التضخم اللي كاين اثر على القدره الشرائيه ديال المواطنين، سواء في هولندا او فرنسا او بلجيكا او الى اخره او المانيا، ولكن اثر عليها بصفه كبيره على المغاربه. اذا فكاين هذا المشكل، هذا هو الغلاء ديال الغلاء. الدوله الان يلاه كتعافى، يلاه كتحاول باش نكونوا واضحين، والحمد لله. نتمناو رغم ان الجفاف ثاني رجع بواحد الشكل قوي، حنا كنعيشوا، لا يعقل اننا نكون اليوم مثلا كتوصل عندنا درجه الحراره ما بين 30 و 40 درجه في الوقت اللي ما طاحت شي شتا، السدود خاويه، مياه قليله. اذا فهاد الامور كلها راه كاينه. اذا ما نحملوش هذه الحكومه اكثر اللي ما قداش تحملوا، وما نعطيوهاش بان مسؤول. هي كتشتغل كتعمل، ولكن عندنا المعارضه قويه في المغرب، المعارضه جالسه وهي تقريبا ما كتعرف الا انها تنتقد، عندنا معارضه ضعيفه لان ما كتقدمش بدائل، لان المعارضه الدور ديالها هو انها تقدم بدائل. اللي كتنتقد خصها تقدم بدائل. اذا كاين مشكل ديال الغلاء، ولكن اللي كنقولوا هو الحمد لله اننا عشنا قبل من رمضان شي شويه خلال رمضان، ولكن الان بدات الامور كتقاد، ونتمنوا انها تقاد. صحيح بان كاينه جهات الان في المغرب، ماشي غير في المغرب، تبعوا المسائل اللي كدا في هولندا وفي المانيا وفي السويد وفي كذا، يعني كاين واحد الهجمه شرسه على الاسلام في جميع المناطق. ولكن اللي كيهمنا حنا هو المغرب، هو ان كاين الان شي فئات مسخره وربما مموله من طرف جهات معينه، ما عرفناش شكون هي هاد الجهات. اذا اللي كتحاول انها تمس بالاسلام وتمس بالمعتقد ديال المغاربه. وحزب الاستقلال عنده في اللجنه التنفيذيه في البيانات ديالها دائما كيتكلم على هذه المساله هذه، وكيحاول انه ينبه الحكومه ان تتخذ القرارات. وفعلا الحكومه كتاخذ بعض القرارات، ولكن هذه المسائل كتعتبر فقط، انا كنظن بانها مسائل وقتيه، مسائل تقريبا اللي ما عندهاش واحد الاثر قوي. هذه مساله عاديه، كاين صراع بين الاجيال، ولكن انا اللي كنظن هو اننا حنا كنقولوا بان الاسلام راه اسلام قوي. والحمد لله راه بان لنا الان غير في صلاه عيد الفطر في واحد العدد ديال الدول شحال من يعني الملايين ديال الناس اللي في الحقيقه شاركوا في الصلاه ديال عيد الفطر. وبالتالي فاحنا ما نخافوش على الاسلام، لان الاسلام هو قد على رسول الاسلام. ولكن من واجبنا اننا نكونوا يقظين كما قال السي العيدي. انا في الحقيقه معك ان كيخص تبذل مجهودات كبيره، ولكن ما ندخلوا شيء في صراعات وفي حروب اللي ربما يمكن ما غتعطي حتى شي نتيجه. لا غير واحد طبقه. انا نرجع لك استاذه. بالنسبه انا نرجع لك اسمحي لي. انا بالنسبه صحيح ان مع كامل الاسف ان كاين اللي استغل المغرب، اللي استغل هذا الغلاء ديال المعيشه، واحد الطبقه ديال السماسره اللي استغلوا في الحقيقه هذه الوضعيه ديال الغلاء ديال المعيشه، وبالتالي زادت تقريبا المدخرات الماليه ديالهم على حساب طبقات
الفقيره. ولكن اعتقد بان هذه الامور هذه ما غتستمرش بزاف. الحمد لله راه بدات بعد البدايات كتبان، ونتمنوا ان نمشيو بعيد في هذه الامور، والنتائج غتبان في اقرب وقت ممكن، نتائج اللي غتكون ان شاء الله مفيده بالنسبه للجميع. حزب الاستقلال كما قالت الاخت ديالنا ماشي ما كاينش في الناظور وفي الحسيمه وفي كذا وفي كذا، والفكره ديال هادو ريافه وهادو ماشي ريافه، هادو سواسه، هادو ماشي كذا الى اخره. اعتقد بان المغرب خرج من هذه الاشياء، فاحنا كلنا الحمد لله كنتكاملوا، كلنا مغاربه. والانشطه الحزبيه ديال حزب الاستقلال دائما كاينه في الحسيمه. عضو اللجنه التنفيذيه ديالنا راه كاين في من الحسيمه، هو رئيس الفريق الاستقلالي كذلك في مجلس النواب، ودائما كيدير لقاءات، ودائما كيعرض على مناضلين ومناضلات اللي كيمشيو للحسيمه والناظور وكيديروا انشطه. ومحاربه الاميه خدامه كذلك، ما غنرجعوا لهذه المسائل الادوار ديال المنظمات في اذا كان ممكن في شي لقاء اخر باش نبينوا كل منظمه اشنو كدير. اذا فاعتقد بان الحزب كيشتغل صحيح بان كاينه ظروف شويه قصحه، ظروف صعيبه، ولكن حزب الاستقلال قد انه يرفع التحديات. شكرا استاذ. شكرا بزاف دكتور سي الحسن. ان شاء الله نحاولوا نختموا بثلاثه ديال الاسئله اخيره باش ان شاء الله ندوزوا لنهايه هذا اللقاء، وباش ما اسمح لي نطولوش يا سعد، غير واحد المداخله بسيطه، غير واحد الاضافه بسيطه. بعجاله يلا بعجاله. بغيت غير واحد الحاجه زعما ضرتني في راسي، هي ديك القضيه ديال نبقاو ندخلوا السياسه في الدين. وفعلا حنا كحزب احزاب مغربيه ولا اي حزب من حقه انه يدير بيانات كي زعما ما عجبوش الحال، ولكن راه ما يمكنش حنا كحزب نجيو وندخلوا في السياسه ديال الدوله ولا نمشيو عند دوله اخرى ونقولوا لها الطريقه كيفاش كتعاملوا مع الدين الفلاني ولا مع الحاجه الفلانيه راها غلطه. ما يمكنش كل بلاد ولا كل ناس عندهم معتقدات، عندهم سياسه خاصه ديالهم. حنا نديروا البيانات ما كتكفيش طبعا، ولكن حنا ما نقدروش ندخلوا في السياسه. انطلاقا من هذه الملاحظه استاذه اسماء، يمكن لك فيها جواب على السؤال ديالك على مدونه الاسره. نفس الشيء بالنسبه لمدونات الاسره. احنا الان كنشتغلوا على تحيين مدونات الاسره. الان كاين لجنه بتوجيهات ملكيه ساميه، وفي هذه اللجنه كاينين الناس ديال حزب الاستقلال ومنظمات المراه الاستقلاليه. الحمد لله دارت واحد العدد ديال اللقاءات في هذا الاتجاه لتقديم مقترحات لتطوير مدونة الأسرة اللي في الحقيقة توضعت بين الناس اللي وضعوا البدايات الأولى ديالها هو حزب الاستقلال، هو على الفاسي، واللي وضع الصيغة الفكرة وشرف على اللجنة هو الأخ محمد بوستة الأمين العام السابق ديال حزب الاستقلال. الآن راه كاينة تشكلت لجنة كذلك اللي كتشتغل باش تحين، باش تجدد ما يمكن تجديده في مدونة الأسرة. بدون شك أن ما عندناش الصيغة النهائية، ولكن غتكون هناك إضافات جديدة. لكن دائما ما ننتظرش مدونات الأسرة، لأنه حنا عندنا مدونات الأسرة. ولا أسماء، لا أسماء بلاتي انا غنسمعك خليني نكمل ونسمعك ديك الساعات، ما كاين حتى مشكل. مدونة الأسرة غتكون مدونة مغربية، ما غتكونش مدونة ديال هولندا او لا ديال فرنسا او لا ديال كذا او لا ديال شي حاجة. كاين ثوابت اللي ما يمكنش باش ندوزو عليها. كاين مسائل اللي في الحقيقة كيحرمها الإسلام او لا كيحلها الاسلام، غتكون كذلك موجوده. كيخصنا نحافظوا عليها، ونحافظوا على الخصوصيه ديالنا، ونحافظوا على تمغربيه ديالنا. هذا الشيء اللي كاين ما يمكنش تكون هي ديال هذه الدوله ولا ديال هذه الدوله، ولكن غتكون مدونه مغربيه. صحيح ما غتجاوبش على جميع الاشكالات الكبيره اللي مطروحه،
ولكن احنا الان في مرحله جديده ديال التطوير ديال المدونه. تفضل لا اسماء دابا تفضلي. متفقة معاك، أنا ما كنقولش العكس، حنا كدولة إسلامية ولا حنا كثقافة وكشعب راه عندنا شي حوايج ما نقدروش نديباسيوهم، ولكن أو ميم طون راه ما يمكنش حنا نبقاو عايشين بواحد مدونة الأسرة اللي قديمة بزاف، على الأقل التحيين ديالها على الأقل باش ترقى للمستوى ديال المغرب اللي وصل ليه دابا، يعني أنا هادشي اللي كنقول، أنا ما كنقولش زعما نديباسيو داك الليميت اللي حنا فيهم، وشكرا بزاف أستاذ. شكرا لك حتى أسماء. انت. نفتحوا الباب ديال أسئلة أخرى. حسنا إلا بغيتي يمكن لك تاخذ الكلمة باش إن شاء الله، ومن بعد منه سي جمال وسي طالبو. السلام عليكم جميعا، مساء الخير عليكم، وشكرا للدكتور حسن على هذا اللقاء المهم. أنا حسناء زغلول من أمستردام، من المجموعة من الاستقلاليين داخل هولندا. سؤالي هو للسيد الدكتور: ما هو الانطباع المترسخ لدى المسؤولين وأعضاء حزب الاستقلال داخل المغرب اتجاه مغاربة العالم الاستقلاليين؟ وهل هناك مجهودات أو قرارات جديدة يمكن تطبيقها وتكون في صالح الجالية المغربية الغيورة على بلادها، وتكون فرص أكبر للانخراط الجالية في العمل السياسي أكثر؟ وكما تفضلت دكتور وصلتي لنا في هذا اللقاء تحيات من السيد نزار بركات، بدورنا كنردوا ليه التحية، ونتمنى أن توصل ليه رسالة. هل يمكن في المستقبل أن يكون بين السيد نزار بركات وبين الجالية المغربية أو مغاربة العالم الاستقلاليين حوارا مفتوحا لمناقشة جميع الأسئلة، سواء لقاءات في زوم أو لقاءات منظمة خارج المغرب؟ وشكرا لكم جزيلا. نعم شكرا بزاف حسنا. سيدي جمال العارفي، إلا بغيتي تاخذ الكلمة باش توضع سؤال من طرفك. السلام عليكم. السلام. الدكتور ديالنا مرحبا بك، تشرفنا بالمعرفة ديالك. الإخوان كاملين السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة العرض ديالك كان قيم جدا. التاريخ ديال حزب الاستقلال معروف، وتاريخ حزب عتيد، حزب قوي، حزب مشرف، كانت عنده مواقف عبر المسار ديال المغرب قوية، البصمات ديالو. ولكن أستاذ كنلاحظ وقتاش ما شاركنا حنا في الحكومة كينخفض المستوى ديال الإشعاع ديال الحزب، كيهبط شوية وقتاش ما. هذا جاري به العمل في جميع الحكومات، ولكن علاش ما يمكنش يكون واحد ماشي رجل في المعارضة ورجل في الحكومة، ولكن علاش الحزب ما يحافظش على المكانة ديالو عند الجماهير ديالو من خلال اتخاذ موقف متوازن، وإن كان يكون شوية بعيد شوية عن القرارات الحكومية. مثلا في هذه الأزمة اللي فاتت ما شفناش أن حزب مثلا من غير ما يكونوا أعضاء مشاركين في الحكومة، أنه قيادات في الحزب تخرج وتقول للشعب على أنه يعني ما كانش ليه يد في هذا الشيء اللي وقع، وأنه الحكومة شنو كدير ولا ما كديرش، أو لا الفريق ديال الحزب ديالنا داخل البرلمان يثبت الوجود ديال الحزب باش ما نبانوش حنا يعني كنشاركوا في الحكومة كنبيعوا بحال اللي بعنا الدوسي. من واحد الجهة الثانية واحد السؤال آخر، يعني دابا حزب الاستقلال فتح المجال بالنسبة لأبناء الجالية باش ينضموا للحزب في الدول الأوروبية خصوصا. اشنو يمكن حنا نفيدوا الحزب، وشنو يمكن كاين حنا ما نقدروا نفيدوا الحزب، ولكن واش الحزب يعني عنده شي برنامج ولا شي تصور كيفاش يستنفع ولا يستقوى
بهذا الوجود ديال المغاربه اللي كاينين في الخارج، خصوصا في الاتحاد الاوروبي وفي امريكا الدول القويه. وشكرا استاذ، شكرا لجميع الاخوه. شكرا. شكرا سيدي جمال. نختموا ان شاء الله بالاخ المختاري ومن بعد ذلك السي الحسن يجاوب، وان شاء الله نحاولوا نوقفوا الى هذا الحد من الاسئله، لانه ما نطولوش على السي الحسن. لا لا يلا لالا المختاري، الا بغيتي تطرح سؤال مرحبا. راك ميت، راك قافله الميكرو ديالك. الميكرو ديالك ما خدامش. الا ما كانش هذا ندوزو السي طالبو، الا كنتي متواجده سي طالبو. مساء النور، تحية للجميع. كتسمعوني ولا لا؟ تسمعوك سي طالبو. باش غادي كنشكروا الاستاذ الدكتور السمادي، لان العرض اللي دار فيه حتى الذكرى تنفع المؤمنين، يعني ذكرنا بالتاريخ الحزبي وبالنظام والاسس الحزبيه، وبان الحزب الاستقلال له مرجعيه اسلاميه. فحتى النقاش ديال الاخوان يعني كان نقاش مستوى عالي. نتمنى يعني لقاءات اخرى مع السمادي، ولما لا مع اساتذه اخرين اللي غادي ينفعونا ويعطيونا بعض الارشادات باش نكونوا على درايه، وتكون عندنا واحد الرؤيه للمجال الحزبي والمجال السياسي في البلاد. وكنتمنى ان شاء الله تكونوا من الناس اللي ظهرت تحت لنا الفرصه تشاركوا في الحياه السياسيه في المغرب، علاش لا. كنهنيك السي سعد على هذا اللقاء، على انت ولا الاخوان المنظمين. شكرا جزيلا السي طالبو. بكم اللقاء وبالسي المادي. شكرا. الحضور ديالو. يلا السي المادي نعطيوك الكلمه، والله يجازيك بخير. نحاولوا نختموا في هذا اللقاء هذا. يلا سيدي بسم الله. واخا حقا ما سخناش نتفرقوا معكم، ولكن ما كاين باس. غنرجع اولا عند الاخت حسنه ديال هولندا. الجاليه في الحقيقه القيمه ديالها استاذه، راه القيمه ماشي فقط حزب الاستقلال هو اللي غيأكدها ولا ماشي ما غيأكدهاش. الجاليه المغربيه بالخارج تقريبا راه الان كتفوت اكثر من 5 المليون ديال المواطنين والمواطنات، واحد العدد مهم جدا. والمساهمه ديالهم في الاقتصاد، سواء الاقتصاد الوطني او المحلي او غير ذلك، فهو مهم. الحمد لله الان بدات يعني ليزانتيليجونس ديال المهاجرين ديال الجيل الثاني والثالث والرابع وربما يمكن الخامس، راه يمكن حتى هو راه في الطريق. سي حسن، استسمح الله يجازيك بخير. سؤالي ماشي الجاليه، سؤالي على المجموعه وعلى الاستقلاليين. شنو الانطباع ديالكم كمسؤولين استقلاليين داخل المغرب على المجموعه الاستقلاليه من مغاربه العالم، ماشي كجاليه مغربيه؟ الجاليه المغربيه الحمد لله مقامها معروف وكل شيء كيعرفها. على الانطباع ديالكم يعني الدور ديالها، واش زعما يعني نفس الادوار اللي عندكم؟ واش زعما كاين عمل، كاين مجهودات منا كاستقلاليين خارج ارض الوطن؟ يعني واش البصمه ديالنا باينه ولا؟ هادشي اللي بغيت نقول لك، يعني كاستقلاليين ماشي كجاليه. ما كاين مشكل. واش كاين شي حاجه باينه؟ واش كاين شي عمل باين؟ الحمد لله نحن كنقولوا بان راه هادشي اللي كيديروا الاستقلاليين ديالنا راه داخل في العمل ديال الجاليه وفي المسؤوليه الوطنيه ديالهم. والحمد لله الجاليه المغربيه تقريبا الاستقلاليين
في المهجر، فهما اولا مرتبطين ببلادهم وكيفرضوا افكارهم، وبدون شك ان في المستقبل غيقولوا الكلمه ديالهم داخل حزب الاستقلال. مساله عاديه، مساله طبيعيه. اللي مهم استاذه حسنه، حزب الاستقلال كيعطي اهميه بالنسبه للجاليه، بالنسبه للاستقلاليين في داخل الجاليه، داخل مغاربه العالم. وهذا الشيء كيبان اولا بان هناك تقريبا ممثل ديال مغاربه العالم ولا ديال الاستقلاليين داخل اللجنه التنفيذيه. بالنسبه للسؤال اللي قلتي لي، واش بالنسبه للاخ نزار بركه، انا كون على يقين بانني غنوصل له المساله هذه، غنقول له بان الاخوان والاخوات راه كيطلبوا منك دير معاهم لقاء، اما لقاء سور بلاص هاد العشيه ان شاء الله نكملوا، غنقولها له، دير معاهم لقاء اما عن طريق زوم او لا بوجوده الشخصي يعني في بعض المناطق، في بعض الدول اللي يمكن انكم تجلسوا معاه وتشوفوه وتذكروا معاه مباشره، ان ماشي بحال الا كيكون الامين العام هو متمكن. الحمد لله الامين العام ديالنا متمكن واحد العدد ديال الامور، وعنده واحد العدد ديال الافكار. هذه المساله كوني على يقين بان غتوصل ان شاء الله وبدون شك. نتمنى انا غنضغط عليه كذلك انني غنبدا نسولو واش درتي معاهم شي حاجه، واش ما درتي، واش كذا واش كذا واش كذا. متفق معك، لان هادشي اللي كيخلينا اننا نطوروا ونمشيو شويه لقدام. ملي كتكون هاد اللقاءات الحميميه بيناتنا المباشره بيناتنا، فكتجدر العلاقات وكتجدر الصداقات، وكنعبروا بروح نضاليه كبيره فيما بيننا. وحنا بالنسبه للاستقلاليين ديالنا في الخارج عندهم مكانه اساسيه داخل حزب الاستقلال، وحنا كنفتخروا بهم، والله العظيم كنفتخروا بهم بزاف بزاف. ونتمنوا اننا نشوفوا واحد العدد كبير فيهم في المؤتمر 18 ان شاء الله في الشهور القليله المقبله، باش يقولوا الكلمه ديالهم، باش يسمعوا الصوت ديالهم في المؤتمر. وهذه مساله اساسيه، مساله مهمه. انا اللي كان نطلب من الاخوان والاخوات كذلك هو التنظيم، هو انهم ينظموا رؤوسهم، لان انتم راه كتعرفوا هذا الشيء اكثر مني ربما بدون شك، ان التنظيمات الحزبيه كتمشى، كيخص يكون هناك تنظيم بيناتكم، ويكون لقاءات ويكون كذا، ويكون واخا يكونوا غير 5 الناس 10 الناس، ماشي ضروري يكون المئات ديال عباد الله، لا ماشي ضروري، لكن اللي كاين يكون اذا التنظيم هو الاساس. تبادل الاراء، تبادل الافكار، الاستماع الى الاخر مسألة أساسية بالنسبة للعمل السياسي وبالنسبة للعمل الحزبي. وهذه من المبادئ الأساسية ديال التأثير ديال المواطنين والمواطنين. ماشي أنا كذا صافي كنمشي بحالاتي ما كنسول على حد، ما كيسول عليا حتى شي واحد. إذا فهذه مسألة مهمة. حزب الاستقلال مشارك في الحكومة صحيح، كيتحمل مسؤوليته في الحكومة، ولكن خصنا نعرفوا بأن راه اسهل حاجه هو انك تكون في المعارضه. اسهل حاجه هو انك ملي كتكون في المعارضه وكتبدا كتسب وكتبدا كتقول. هادشي اللي كاين دابا تقريبا، هو ان الناس جالسين في القهوه وكيسبوا في الحكومه وكيكتبوا، وكاين هاد وسائل التواصل الاجتماعي يعني توزع يعني واحد العدد ديال الامور في ظرف وجيز جدا، وكاين واحد العدد ديال الجهات اللي كتمول هذا النوع ديال الفكر التيئيسي بين الناس وبين المناضلين والمناضلات. الحكومه اذا ملي كتشارك في الحكومه، كندوي مع السي العارف السي جمال، كتحمل المسؤوليه ديالك، وراه ما يمكن لكش تكون كما قلتي دير رجل في الحكومه ودير رجل في المعارضه. هو اما انك انت داخل الحكومه وملتزم بالميثاق اللي وقعتي مع الحكومه، يعني بان حزب الاستقلال والاطراف الاخرى، الاطراف الاخرى وقعوا واحد الميثاق ملتزمين به، واذا خرجتي على ذاك الميثاق يعني كتخرج من الحكومه، كتعلن على الخروج ديالك من الحكومه. اذا ضروري من المشاركه. عندك شي حاجه كتدرس داخل الاجهزه الحكوميه.
اذا ما حزب الاستقلال لا ماشي ما كيبيعش، ماشي ديال راه باع كذا ولا باع. وشكون اللي شرا؟ شكون اللي شرا؟ ما عرفناش شكون اللي شرا واشنو غيبيع، اشنو غنبيعوا. اذا ما ندخلوش في هذا المسألة، هذا الكلام هكذا، لانه ما غينفعناش. حزب الاستقلال كيحقق نتائج مهمه واساسيه، وبدون شك كما قلت للاخت حسنه ان اذا كان اللقاء في الحقيقه اخر اللي غيحضر فيه الاخ الامين العام هو اللي يقدر يقدم لو بيلون ديالو، لان راه يلاه سنه هذه باش دخلوا للحكومه، يلاه سنه راه نعرفوا باش سنه وشي شهر ولا شهران ولا شي حاجه الى اخره. فما ننتظروش ان راه عنده السوارت ديال الخزائن كلهم غيديروا السوارت غيفتحوا وغتنطلق الامور. يعني الحكومه ديال العداله والتنميه حنا ما غنتقدوهاش، اللي دازت خلات واحد العدد كبير ديال المشاكل، واحد العدد كبير ديال الصعوبات، واحد العدد ديال الديون، واحد العدد ديال الامور ديال المشاريع اللي ما تنجزات، واحد العدد ديال الالتزامات اللي التزمات بها ودارتها. اذا يلاه كيقادوا باش يمكن لهم يوقفوا باش ينطلقوا، بالاضافه الى هذه المعضلات وهذه المعيقات البيئيه اللي في الحقيقه كنا تكلمنا عليها. ثلاثه: الجفاف، الغلاء ديال النفط، الحرب الروسيه الى اخره، فكلها. اذا فحنا كنقول لهم باز لهم والله العظيم الا باز الوزراء ديال هذه الحكومه ككل في الحقيقه، وباز الوزراء ديال حزب الاستقلال اللي في الحقيقه راه دايرين عمل كبير في التجهيز، في التجاره. يعني واحد العدد ديال المعامل اللي انطلقت الان في التجاره والصناعه، واحد في المجال ديال الطرق اللي كتصاوب وكتبنى، وفي وجات مشاريع، والدول بدات كتسترجع الثقه ديالها، لان ما كانتش الثقه ديال الدول مع الحكومه السابقه الاسلاميه السابقه. مساله عاديه طبيعيه، راكم عارفين ليماج اللي كانت. اذا فكاين دابا يلاه المغرب كيرجع الثقه ديالو، والمستثمرين عاد بداو كيدخلوا. صعيب اننا نرجعوا للوضعيه ديال الاثمنه اللي كانت قبل، ولكن حنا الان يعني كنظن بان الحكومه الان غاديه في الطريق الصحيح. اذا فاعتقد بان هادو هما بعض الافكار اللي يمكن لي نقول، وربما في لقاء اخر يمكننا نتكلموا على المنظمات الحزب وعلى الادوار ديالهم والمهام ديالهم وعلى بعض الجمعيات الوطنيه. لذلك فانا اللي كنبغي نقول هو ان كيخص الاخوان والاخوات انهم ينضموا اولا لهذه المنظمات المراه الاستقلاليه، ينضموا اذا المنظمات المراه الاستقلاليه، ينضموا للشبيبه الاستقلاليه، ينضموا للاتحاد العام للشغالين، ينضموا للروابط، لان عندنا كذلك الروابط ديال الحزب السي طلبوها هو معنا، والبارح حضر في المؤتمر وفي لقاء كبير ديال الاستقلالي ديال المهندسين الاستقلاليين. كل مهنه عندها رابطه ديالها، وكاين جمعيات وطنيه كبيره موازيه اللي كتشتغل على قضايا معينه، ومن بين هذه الجمعيات هي العصبه المغربيه للتربيه الاساسيه ومحاربه الاميه، اللي يمكن اننا نخصصوا لها شي وقيت ونذكروا عليها كذلك في لقاء مقبل ان شاء الله. اذا انا اولا يمكن لي نختم نقول بان هذا لقاء ممتع معكم، هذا لقاء ممتاز، هذا لقاء في الحقيقه بالنسبه لي كنعتبره بانه شرف كبير واستفدت منه بزاف. والحمد لله اسمح لي انني نتعرف اولا على واحد المجموعه ديال الاخوات والاخوان. حنا ماشي حنا تقريبا يعني المعرفه كلها راه هي في يدينا، ولكن كنتبادلوا وكنتكاملوا فيما بيننا، والغرض هو اننا كنبنيو، يعني كما قلت لكم كنبنيو واحد المعرفه اخرى جديده، اي اننا ملي غندويو مع الناس وغنذكروا معهم وغنشوفوا ما شنو كيديروا وشنو كنديروا الى اخره ونقنعوهم. الغرض هو اننا ناثروا الناس ونضيفوا ناس اخرين ونتنظموا فيما بيننا لمواجهه المشاكل اللي يمكن لها تجي. المؤتمر المقبل هو ان شاء الله في الطريق، وضروري انكم تكونوا ممثلين فيه وتكونوا متواجدين فيه، ولكن عبر تمثيليات ديالكم اللي نتوما كيخصكم تقويوها
خصكم تبداو تبنيوها وتشتغلوا عليها. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. وشكرا جزيلا، شكرا للسي سعد على هذه الدعوه، وشكرا للاخوات والاخوه على الانصات ديالهم. وكنعتذر اذا طولت عليكم شي شويه. شكرا بزاف سيدي الحسن المادي، شكرا للحضور الكريم ديال جميع الاخوان والاخوات من جميع بقاع المعمور. نتمنى بان ما طولناش عليكم، ولكن نضرب لكم موعد ان شاء الله اللقاء المقبل مع السي الحسن المادي باش تتم الدوره التكوينيه ان شاء الله. ان شاء الله تكون باذن الله يوم 12 ماي باذن الله، من دابا اسبوعين باذن الله. مغربنا وطننا وفي فداء